ازيكم؟ إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وقادرين لسه تواجهوا الحياه الجميله بتاعتنا. النهارده هنتكلم عن حاجه تخصنا اكتر او تخص اغلبنا يعني، اللي هي عادات النوم. او ليه دايما بيحصل انه بسمع من الناس يقول لك انا صحيت من النوم تعبان، او بصحى من النوم مجهد، او بصحى من النوم رقبتي وجعاني، او بصحى من النوم ظهري وجعاني، او بصحى من النوم ضلوعي وجعاني. كمان الحالات دي بتتأثر بعد كده في ألم بقى الظهر والرقبة بتاعتها، ونرجع نشوف فين المشكلة بالظبط يعني، ونكتشف في الآخر إن المشكلة هي عادات النوم مش كويسة، المرتبة مش كويسة، وهكذا. زمان أيام أهالينا يعتبر أباءنا وأمهاتنا أجدادنا حتى، دايما يقول لك أنا بحن لسرير أمي او لسرير جدتي، مش عشان الدفى الاسري الجميل اللي احنا عارفينه، بس اكيد في حاجات تانية انه مريح ومريح، ولا كان بقى طلع لا سوست ولا حاجه يعني، ما كانتش السوست دي طلعت، السوست دي حاجه مستحدثه يعني، ولكن المفروض ظهرت عشان توزع الضغوط بشكل مختلف او بشكل متساوي على كل الحتت اللي الانسان بينام عليها. طبعا ده اللي ما بيحصلش دلوقتي في الوقت الحالي. بيحصل ايه في الوقت الحالي؟ بنلاقي السوست اولا بقى مصانع المراتب بقت كتيره جدا جدا جدا، مش بس كده، انه مصانع رديئه. يعني مثلا الفرق بين البراندات زي مثلا تاكي وانجلندر والحاجات دي، ان دول بيستعملوا حاجات مميكنه، بتعتمد ان هي مدروسه كويس الضغوط، السوست نفسها قوه الشد بتاعتها واحده متساويه، قوه شد السوست على المرتبه وتبطينها بالسفنجه او وات ايفر السفنج الطبي او حتى اي ماده يعني، ليها ستاندر محدده. لكن مصانع اللي هي بتبيع، اللي هي بتعمل حاجات يدويه يعني، نفس الحاجه بس بتتباع يدوي، بتاثر بشكل كبير ان هي ما بتتوزعش الضغوط بشكل سليم. فالسؤال دايما بيسالوني انه الاحسن، مرايه مرتبه طبيه عاديه، ولا مرتبه سوست بسفنج طبي، ولا مرتبه قطن؟ فاحب اقول المرتبه القطن بتاع زمان ممكن تكون كانت احسن بتاعت زمان، لكن دلوقتي مش هتبقى احسن بنفس الشكل، بسبب انه عشان المرتبه يعني، لو لسه اهالينا كده المرتبه اللي عملوها دي فضلوا يخبطوا عليها بالعصيان قد ايه، اللي هو الراجل اللي بيعمل مرتبه، وكان يتطلب منهم ان كل شويه يقلبوها او يعدلوها او يحطوها او كده عشان توزع الضغوط بعد كده. ففي النهايه بتكون المحصله ان هي طلعت بالشكل اللي انتم شفتوه بعد حوالي استعمال 20 سنه او 30 سنه. فكل ده يقول ان المراتب السوست اكيد احسن، بس تكون ستاندرايزد. يعني ايه؟ يعني تكون معموله بستاندر معينه، مميكنه طبعا، مش بني ادمين، لان الانسان فيه عامل خطا نوعا ما. مثلا لو جينا نتكلم في عامل الخطا قد ايه، انا بديله مثلا 25 30% عامل خطا في العامل المصري يعني. فكره بقى اصل هي واخده الايزو واخده الابش ايزو وبتاع، يا جماعه الايزو والحاجات دي هي عباره عن ورق بيتملي، يعني الاكشوال كواليتي مش موجوده. يعني دي مشكله الايزو. يعني مثلا حد يقول لك ايه اصل هي واخده الايزو، يا باشا ما هي واخده الايزو في ايه؟ لا، واخده الايزو في انه شيء. ففكره ان هي واخده الايزو دي مش اهم حاجه، مش احسن حاجه، ان هي اجمد حاجه في الدنيا. هي واخده الايزو يعني جمعوا سيرفيهات معينه لها علاقه بالمكان والطول والمعرفش ايه والانتاج، حوارات كده، لكن في النهايه مش هي اللي بتدي اللي احنا عايزينه. ده جانب. الجانب الثاني الانواع بقى نفسها. طب انا اختار انهي نوع؟ عن تجارب شخصيه، في انواع يقول لك طبعا انواع مميكنه، يعني احنا بنتكلم في تاكي، انجلر،
في انجلندر، انواع كويسه يعني. في انواع بقى، في اولا بسفنج طب ومن غير سفنج طب، في بسوست متصله وسوست منفصله. اللي انا جربتها السوست المنفصله، بحيث انه لما السرير حد يتحرك عليه مش كل الناس تحس انه يتحرك عليه يعني. ودايما في الازواج وكده، اللي هو حد بيصحى بدري وحد بيصحى متاخر، السوست اللي هي المتصله انت لو قمت من السرير اللي جنبك هيعرف يعني، هيحس بيك. لكن المنفصله مش كده يعني. ايه ميزتها؟ ان هي كل اجزائها منفصله عن الاجزاء الثانيه، مش في شاسيه كامل، فده بيدي راحه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هو المخده نفسها بقى. نرجع برضه نفس الكلام. لما حد بيقول لي انا المخده تعبان، اقول له ارجع هات مخدتك اللي كنت فيها في البيت قبل ما تتجوز. هيستغرب. اقول لهم بيستغربوا ليه؟ ماشي. المخده اللي انت نمت عليها طول حياتك مثلا 10 15 20 سنه، اكيد هتبقى اريح من المخده اللي انت مستحدثها لسه جديده. وخاصه كمان لو برضه بتنقي انواع مش ستاندرد، او انواع مش بكواليتي عاليه، او انواع بس مجرد ان هي يقول لك ان هي نوع كويس، بس هي مش نوع كويس بالتحديد يعني. هي انواع بتتاثر بطبيعي بالسوق، بالتارجت بيرسون اللي انت بتتعامل معاه في البيع. فاكيد الناس اللي هي عايزه اسمها مخده سوست، مرتبه سوست وخلاص، او مخده فايبر وخلاص، هم ما يهمهمش الكواليتي، يهمهم الشكل العام طبعا. طيب المخده بقى، هل فايبر؟ هل قطن؟ هل نجيب مخده طبيه؟ ده كله بالنسبه لنا شايف لي كتير. يفرق كتير اللي هي الراحه فيه. لما تدور على مخده دايما تدور على مخده جراوند رياكشن فورس مش عاليه علميا. يعني ايه؟ يعني كل قوه بتتحط على سطح ما، السطح ما ده بيدي قوه مساويه في المقدار ومضاده له في الاتجاه. يعني مثلا لو انا بنام على مخده بالوضع ده، فبحط قوه دماغي على المخده، قصاد كده المخده بتدي قوه مساويه مضاده في الاتجاه. معنى كده ان انا لو المخده جراوند رياكشن فورس بتاعها عالي، او القدره على رد الضغط في الاتجاه المعاكس عالي، اكيد انا هسقط تعبان. ليه؟ لان كأن بالظبط جسمي بياخد قوه كل شويه هو نايم، المفروض ان هو مريح ما بيعملش مجهود. بلس ان في خلايا في النسيج العضلي عندنا اسمها الجاما موتور نيرون، فايدتها ان هي تفضل تعمل كده شغاله طول الوقت. هي دي فايدتها، ان هي بتدي التون بتاع العضلات. يقول لك الفرق بين حد عايش وحد ميت هو انه جسمه في تون او في قوه شد معينه تحسها. اي حد يعني امسك عضلاتك كده تحس ان فيها قوه شد ما يعني. غير العضلات مثلا لا قدر الله بتبقى مشلوله او مش واصل لها عصب كويس. فاذا ان كده العضلات شغاله، احنا مش عايزين بقى نشغلها زياده عن اللزوم واحنا حتى نايمين. دي حاجه. الحاجه الاخيره كمان هي شكل النوم او عادات النوم بقى، اللي هو بنتكلم فيه من اول الفيديو، اللي هو لما عشان انام نومه سليمه لازم كل الكيرفات بتاعت جسمي تكون ستيبل، او تكون تدي لود اقل ما يمكن. بمعنى لو كان قيم احسن طريقه نوم عشان تخلي الكيرفات بتاعت ظهري كويسه وستيبل وما تبقاش متحمل عليها بشكل معين من العضلات، هي النوم على الظهر وتحط مخدات تحت ركبتك، تبقى عامل زاويه قايمه، عامل كده يعني، عامل بالظبط كده، المخدات تحت ركبتك وانت جسمك فلات. ده اكتر وضع مريح لعضلات الظهر، وده علميا. طيب غير كده في حاجه اسمها ريلاكسيشن اون فيس، او النوم على الوش، وده بيستعملوه بعد الولاده. ده اكتر وضع بيريح العضلات بتاعه الظهر، ان انت تحط مخدات تحت صدرك وتبقى نايم بالوضع ده. تمام؟ طبعا رقبتك ما تبقاش لفه كده او كده، وده طبعا ما بيتيحش غير في حاله واحده، انك تحط مخدات تحت صدرك وتبقى دماغك فلات كده، مش عامله كده ولا عامله كده.
او احنا بنستعمل في اللي هو السراير بتاعتنا او البلنسات اللي احنا بنستعملها في العلاج الطبيعي بتبقى فيها فتحه في النص عشان تحط فيها دماغك. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه تنشن على العضلات دي. طيب لو اضطريت انام على جنبي اليمين كسنه، فاحنا المفروض نبقى برضه فلات، بمعنى ان رقبتي ما تبقاش عامله كده، ما تبقاش عامله كده. فمعنى كده ان انا لازم انام على مخده ما تاخدنيش قوي لتحت، تكون قطن او فايبر نوع نظيف او طبيه نوع نظيف، وبرضه يكون الجراوند رياكشن فورس بتاعها عالي او قوه الضغط او رد الضغط اللي بضغطه بجسمي عليها تكون اقل ما يمكن. ففي النهايه جسمي هيبقى فلات، هيبقى رقبتي عامله كده من غير ما تكون مايله كده او كده، فاصحى رقبتي ما توجعنيش. الحاجه الاهم ان انت طريقه نومك بقى، يعني ما ينفعش ان انت تبقى نايم سوبرمان عامل كده، ماشي عامل كده، متشقلب كده. ليه؟ وخاصة بقى الناس اللي بيقول لك اصل بيفرق وهو نايم، اللي هو يعني بيتحرك كتير. ما انت بتتحرك كتير عشان حضرتك داخل تنام وانت مش عايز تنام. انا واحد من الناس بقع في النوم، يعني ما بدخلش انام عشان انا المفروض بقى بعد نومي جاي فادخل انام، مفيش كده. مش هقول لك غالية او رخيصة، ده اول حاجة. الحاجة التانية النوم على مخدة مناسبة، جراوند رياكشن فورس بتاعها عالي. الحاجة التالتة هي وضعية النوم او شكل النوم نفسه، انام ازاي، انام بأني وضع، وده شرحته. الحاجة الرابعة وده الاهم، حضرتك ما تتحايلش على النوم، ما تقعدش تفرق. ادخل نام لما تكون وقت النوم مش جه، لا لما اكون انا فعليا عايز انام او جسمي خلاص ما بقاش قادر، او من الاخر كنت بسقط. تمام؟ هدول الاربع حاجات مهمين جدا عشان ما تجيش تقول لي اصل انا بنام بس تعبان. ما هو بتنام بتصحى تعبان يبقى عدد النوم غلط، يبقى عندك بتنام غلط، يبقى في النهايه هتبقى محصله مش صح. لان اول حاجه البوستشر بتاعك هيتاثر او وضع جسمك هيتاثر، بعد كده هياثر على عضلاتك، هيحصل حاجات انزلاقيه، وممكن يحصل مشاكل تانية توصل لحد ان تاثر ضغط ورقبه، ضغط على الغضاريف بتاعت الرقبه والظهر بسبب بس بنام غلط. ناهيك بقى عن العادات اليوميه اللطيفه اللي برضه هنتكلم عنها في يوم تاني. بس هو ده الوارد يعني، او ده اللي بيحصل، او ده رؤيتي في الموضوع. ان انا اكتر من حد في نفس اليوم بيقولوا نفس الكلام، احنا بنصحى تعبانين. طب بتنام ازاي؟ نكتشف ان النوم ما يكونش سليم قوي، نكتشف ان في طريقه نوم غلط، نكتشف برضه انه في الساعه اللي احنا فيها بنتاثر. فكره بقى ان احنا بنستعمل يا اما غطيان تقيله قوي فتدفنا واحنا نايمين، يا اما غطيان خفيفه قوي فبطير واحنا نايمين فنسقع. يبقى احنا دخلنا في رقم 5 في التاثر في النوم نفسه، اللي هو البرد اللي انا بشربه طول جسمي طول حياتي. الناس بقى اللي عندها دفايات وحاجات كده بيدفوا الاوضه كويس. طب حضرتك افرض عايز تدخل حمام بالليل ولا حاجه، هتصحى تاخد لانشة هواء محترمه وترجع لنفس المشكله. هو انا ليه بنام بصحى ظهري تعبان؟ هيك عن بعض بقى الحاجات لازم نركز فيها. يعني مثلا اللي مركب شرايح مسمار في ظهره، الساعة هتأثر عليه، لأن الظهر ده بتركب فيه معادن، المعادن دي أحيانا بتأثر بدرجات الحرارة فتعمل مشاكل. الناس اللي مركبة مفصل صناعي، سواء مثلا ركبة، سواء مفصل فخذ وات ايفر، في النهاية بيتأثر دايما بالسقعة وبالحرارة. عشان كده بيكون السقعة وبال عليهم وبيكونوا مش مبسوطين، ومبسوطين بالشتاء. اللي هو يقول لك فين محب الشتاء؟ هو محب الشتاء ده بيحبه عشان ما عندوش مشاكل صحيه، لكن وانس اللي هو يتاثر بالشتاء التاثر اللي احنا عارفينه، هيبتدي يسيب الموضوع ده ويرجع تاني يحب الصيف يعني. فهو ده مهم يعني، وده اسقاط بسيط على اللي انا بشوفه في العياده يوميا. الشكوى اللي بيشتكيها كل الناس من كل المستويات، كل الطوائف العلميه، الناس اللي بتشتغل، الناس اللي ما بتشتغلش، الناس اللي بتشتغل جامد والناس اللي مريحه، كله بيتأثر نفس الحاجه، انا بصحى تعبان. فده مهم. فمهم جدا انك تظبط طريقه نومك وشكل نومك، بلس ان انت تظبط كمان الوضعيات، ويستحسن تاخد دش دافي قبل ما تنام. ده هيريح لك عضلاتك بشكل ما، وده هيفرق معاك كتير. اتمنى ما يكونش الفيديو ده طولت عليكم. انا محمد غلاب،
ومتنسوش بقى ان انتوا تعملوا فولو وتشيروا الكلام ده لو الكلام ده مفيد ليكم. و غالبا يوميا هيبقى في لايف في نفس ذات الوقت يعني، النص ساعه الفاضيه في حياتي الوقت الحالي، بسبب ان انا ما بقتش اعمل فيديوهات زي الاول كبيره يعني، بسبب ان انا مشغول دلوقتي برساله الدكتوراه، فانا مش فاضي بالشكل الكبير يعني. بيبقى عندي يعني ساعه الا ربع ساعه كده قبل الشغل، فممكن اقدر نتكلم فيه. ولو حد عنده اي سؤال او عايز استفسار ممكن يكلمني بقى، يبعت لي دايركت مسج او يعني مستنيه بقى. وعندك الكونتاكت بتاعتي هتلاقيها موجوده عندكم. ما تنسوش كمان اليوتيوب برضه لايك وسبسكرايب وفولو على البيج بتاعت العيال. اشوفكم على خير.